الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندنا في قناتنا فيديو جديد أتمنى أن ينال إعجابكم. الفيديو ديال اليوم حول ترقيم الخروف. يعني ترقيم، يعني الخروف كتدار له واحد السيري، واحد الماتريكيل كتدار الخروف، واحد الحلقة في الودن باش كتتم واحد العملية ديال المراقبة من ناحية الجودة. يعني خص يكون علف نقي، يكون علف جيد باش كيعطينا واحد اللحم اللي هو جيد، عنده واحد المواصفات معينة. وهذه العملية هذه كتتم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية لونسا، وكيشرف عليها أطباء بيطريون وتقنيون. وهذه العملية هذه كتدار على الصعيد الوطني كما تشاهدون في الصورة. يعني هذه العملية هذه يعني راه عندها واحد الدور مهم. يعني بنادم اللي بغى يشري واحد الخروف اللي هو مرقم، ويمكن البنادم اللي شراه يمكن له يطلب واحد الورقة، يعني داك اللي باع لك يعطيك واحد على قلتي واحد الفاكتورة يعني فيها صاحب الخروف وحتى المصدر ديالو منين شراه. ربما كيوقع شي حاجة كما كان كيوقع، يعني اللحم كيولي كيزرق ولا شي حاجة ولا الغش في العلف. كيمكن بنادم يعرف دوك المسائل، والناس المعنيين كيعرفوا دوك المسائل. وهذا هو الهدف من هذه العملية هذه. وفي الأخير كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا الاشتراك في القناة وديروا لايك الفيديو. وإن شاء الله نجيبوا فيديوهات جديدة إن شاء الله ونستفيدوا الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.